بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنه وانتم طيبين. خللتوا الزيتون يا حلوين ولا لسه؟ اللي خلل بألف هنا والشفا، عقبال كل سنه يا رب وتاكلوه في الهنا. واللي ما خللش تعالوا شوفوا معايا طريقتي النهارده انا هعمله ازاي. انا كده جبت الزيتون، معايا ميه وملح. الميه دي انا حاطه فيها معلقه ملح عشان الزيتون اما افلقه كده واسيبه شويه من غير ميه وملح الحته دي هتسود. فانا بحطه في ميه وملح. دي طريقه اللي هي بتاعت السكينه اللي بعمله بيها. كمان دي طريقه كده تاني اهي كده. بس انا هعمله بالسكينه احسن. عملته كله ونقعاه زي ما قلت لكم بميه ومعلقه ملح كبيره. هسيبه كده منقوع ساعتين. انا هغير عليه 3 مرات الميه، يعني كل ساعتين اغير له وهخلله في نفس اليوم. بس اغير له 3 مرات بس الميه. معايا نص كيلو ليمون. هاتي ليمون زي ما تجيبي زي ما يعجبك، يعني انا جبت كيلو هعصر نصه اللي هو نص كيلو، وده هقطعه مع الزيتون. هقطع ليمونه 4/4، تقطعيها بنصاص اللي يعجبك كده ل4/4. وقطعت كمان دوريات اهو زي ما يعجبك قطعيه. كمان الليمون ده حلو قوي للتخليل، اللي هو الاخضر ده. الليمون ده لحم مش ميه، يعني يبقى حلو في التخليل قوي اهو. الزيتون بعد ما غيرت عليه الميه 4 مرات هو كده يعني في نفس اليوم. يعني انا عاملاه كان الساعه 6 المغرب، دلوقتي الساعه 11. ما بيتوش في الميه. الفلفل اهو فتحته، ده ربع كيلو فلفل. والزيتون ده على فكره 2 كيلو. حطيت عليه فلفل حراق عشان الهريسه اللي عندي بارده. وده الليمون اللي انا قطعته اهو. ودي الهريسه بس هي بارده يعني، لكن الفلفل ده هيعمل مكانها يعني، لان فلفل حراق قوي. ودي كوبايه عصير ليمون. بسم الله. هعبيه بقى في البطرمان. بطنه مغليه وشويه خل بعد كده ودلقتهم وزي الفل. واللي فات حطيته في البطرمان الصغير ده. انا مش ملياه قوي لسبب، لان انا لسه هحط عليه قشر الليمون اللي انا عصرته، اغطيه بيه، فمخليه لغايه كده يعني. طبعا الميه وملح بتاعت الزيتون لازم تكون مظبوطه. اللي يحكم بيني وبينها البيضه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. مادام البيضه طلعت لفوق كده اعرفي ان ميه الملح مظبوطه، ملحه مظبوط. انا جايبه ملح اللي هو الصخري الرشيدي. انا كنت جايبه يعني معايرتش، حطيت لغايه ما البيضه ظبطت معايا كده، لان الزيتون لا ينفع فيه دلع ولا ينفع فيه حادق غير اي مخلل تاني اهو كده. مظبوط. طبعا البيضه مغسوله وزي الفل. هعبي بقى الميه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. ومش هعمل بقى فيه حاجه تانية الا غير الصبح ان شاء الله، عشان في ميه زياده هتطلع منه، واقول لكم اعمل فيه تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الفل عليكم يا حبايبي. بصوا بقى انا بيت الزيتون من غير ما اقفله ازاي. الميه بصوا وصلت لغايه فين اهي. ولو كان عليه الليمون والزيت كان الزيت كله اتدلق بره، مش هستفاد منه بحاجه. انا ده نقصت منه البطرمان الصغير، نقصت منه الكوبايه دي. هنقص بردك ميه من هنا عشان انا احط زيت واحط لسه الليمون اقفل بيه. ونسيت اقول لكم ان انا امبارح حاطه معلقه سكر كبيره في الميه اللي هي بتاعت التخليل. نقصت الميه بتاعت البطرمان اهو. بصوا ما تخافوش الميه دي هتطلع لفوق تاني. احط بقى شويه زيت زيتون. مش بتحبي زيت الزيتون حطي اي زيت، بس زيت يكون نظيف يعني، زيت ذره يكون نظيف. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. حط شويه هنا كمان. حطيت الزيت اهو على الوش. اروح حاطه كيس نايلون كده. لو كنت بقى حطيت الزيت امبارح كان كل ده هيقع في الارض، لان لسه هحط قشر الليمون اهو. ما تخافيش ان الميه ناقصه كده، كل ده هيتملي يعني يومين كده وهتلاقي البطرمان ده مليان على عينه برضه. بسم الله الرحمن الرحيم. احط بقى قشر ليمون
عشان لو حاجه ايه صوفت ولا كده يبقى القشر اللي هيترمي، ومفيش حاجه ان شاء الله تصوف، يبقى زي الفل باذن الله. لما تيجي بقى تجيبي ليمون للتخليل، تجيبي الليمون اللي هو اللي فيه اللحم، الليمون الاخضر ده اهو. مش هضغط اكتر من كده، واحط شويه هنا. وتجيبي الفلفل البلدي اللي هو الرفيع عشان يتحمل معاكي. انا امبارح بقول لكم ان انا غسلت البطرمان بميه مغليه وحطيت فيه شويه خل، رجيتهم كده ورميتهم، بس مش عارفه التليفون كان مغروش ليه وانا بتكلم اهو. بس كده هقفل بقى عليه تقفيله حلوه. قفلت اهو الاول بالاسترتش عشان الغطا ايه مش محكوم اول للامان يعني، وبعد كده تقفلي عليه حلوه قوي كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. افتحي عليه ان شاء الله بعد شهرين ان عشنا كنا من اهل الدنيا. اشوفكم على خير ان شاء الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم. هاتوا خللوا، هاتوا رمضان، كل سنه وانتم طيبين. اشوفكم على خير ان شاء الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم. مستنيه كومنتاتكم الجميله اللي بتفرحني، لايكاتكم الحلوه تسلم ايديكم وعينيكم يا احلى عيله في الدنيا. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.